رحلة جديدة بيبدأها نادي الزمالك بعد رحيل فيريرا وتعيين كابتن أسامة نبيه مدير فني لنادي الزمالك. وفي حلقة النهاردة هنقربك أكتر من كابتن أسامة نبيه، إزاي بيفكر وإيه هي طرق اللعب المحببة ليه، وهل السكواد اللي موجود في نادي الزمالك هيساعده على الطريقة اللي هو بيحب يلعب بيها. تابع معانا الحلقة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي الزملكاوية في مصر وكل حتة في الدنيا. أهلا بكل مشاهدي قناة ملوك 100 عقبة الأعزاء. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بسرعة كده، لو أنت جديد معانا يا ريت تنزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يجيلك الجديد. ولو أنت من حبايبنا ومتابعينا طبعا يا ريت تخبط لايك وكومنت حلو كده عشان نوصل لعدد كبير من إخواتنا الزملكاوية. خلاص، كابتن أسامة نبيه مدير فني لنادي الزمالك. اللي زعل على فريرا زعل، والراجل مشي وبقى جزء من تاريخ نادي الزمالك. فخلاص يا جماعة، دي رحلة وصفحة واتقفلت، مش هنقعد نبكي عليها كتير ونتكلم عليها كتير. احنا مكملين في رحلتنا وحكايتنا مع نادينا العظيم. احنا مكملين ورا اي واحد هيبقى موجود على راس الإدارة الفنية لنادي الزمالك. الزمالك المهم والأهم، فليك كل الدعم يا كابتن أسامة. هندعمك الفترة اللي جاية، ربنا يوفقك وبنتمنى لك الخير طبعا في الفترة الجاية. وعلى فكرة، كابتن أسامة نبيه كان تولى الإدارة الفنية لنادي الزمالك تقريبا في نفس الفترة دي من الموسم الماضي مدة مباراتين. كانت مباراة فيوتشر ومباراة الجونة، وللصدف العجيبة كانت أول مباراة ليه طبعا مباراة فيوتشر، وعندنا الماتش الجاي طبعا ماتش فيوتشر، فبنتمنى له التوفيق. كان ماتش فيوتشر ده كان فاز فيه 3-2، وبعد كده لاعب الجونة فاز عليه 2-1. من الصدف العجيبة برضو ان الكابتن أسامة لما تولى الإدارة الفنية الموسم الماضي كنا بنمر بفترة صعبة جدا، تقريبا نفس المشاكل وضعف في الأداء، نتائج سيئة جدا. كنا لعبنا 3 ماتشات في دوري الأبطال مع كارتيرون كلنا فاكرين، اتغلبنا من الوداد وتعادلنا مع بيترو أتلتيكو وسجرادة الأنجولي، وفي الدوري كنا خسرنا من سموحة، زائد 3 هزايم في كاس الرابطة من الجيش ومن فاركو من المحلة. ما كناش كسبنا ولا ماتش في يناير برضو، وفبراير ما كسبناش غير ماتش واحد كان في كاس الرابطة قدام سيراميكا. لكن الراجل قدر يطلع النادي ساعتها من سلسلة النتائج السلبية، وقدر يفوز بالمباراتين قبل ما يجي فريرا طبعا ويستلم منه المهمة. نيجي بقى لطريقة كابتن أسامة نبيه الفنية. الراجل بيعتمد في طريقة لعبه على 4-2-3-1 زي ما انت شايف في الصور كده. والراجل ومعاه كورة في ماتش فيوتشر أو ماتش الجونة كان بيبدأ بطريقة 4-2-3-1 وبيقلبها، والاستحواذ معانا ل 4-1-4-1، بيزق رقم 8 قدام شوية. لكن الخطة دي كان معتمد عليها كان في وجود أوباما دلوقتي مش موجود، اللي هو اللعيب اللي كان بيلعب رقم 10. فهل الراجل بقى يفكر في إمام عاشور يلعبها او يفكر في شيكابالا؟ الله اعلم هتمشي ازاي، لكن انا هوضح لك الراجل وفكرته كانت ماشيه ازاي خلال المباراتين اللي لعبهم معانا الموسم الماضي. الراجل في خلال الماتشين اللي لعبهم كان بيحب يلعب ضغط عالي، زي ما انت شايف كده في الصوره بتوضح معانا ان الراجل بيضغط في نص ملعب الخصم ب7 لعيبه، 7 لعيبه بيضغط بيهم. خلال الضغط دوت كان نادي الزمالك ما قدرش يستفاد من الضغط العالي اللي بيعمله. طبعا الراجل كان ماتشين بس، فما نقدرش نحكم بطريقه سليمه 100% ان الراجل هي دي الطريقه ولا هو ده الاسلوب، لان الراجل كان جاي ماتشين وبس. لكن الراجل من خلال الضغط ده كان بيعمل لنا مشاكل في الحته الدفاعيه زي ما انت شايف في الصوره. فريق زي فيوتشر بيعرف يلعب كره من تحت، فكنا بنضغط عليه من قدام، الكره بتتلعب من ورا، وعشان كمان احنا بنلعب ضغط عالي فخط الدفاع كله فوق نص الملعب اهو بالظبط، ففي مساحه ورانا كبيره جدا. الراجل بتمريره واحده، عشان زي ما قلت لك فريق فيوتشر عنده لعيبه بتعرف تلعب كره من تحت، الراجل بتمريره واحده قدر يضرب خط الدفاع زي ما انت شايف بالصوره، بيودي بيها الراجل انفراد وبيسجل منها هدف. الهدف اللي دخل فينا برده من فيوتشر في الماتش دوت كان برده كوره زي ما انت شايف، الكوره هي مع ناصر ماهر في نص الملعب، وشايف المساحه اللي على شمالنا اللي هي على يمين محمود علاء، مساحه كبيره جدا. الراجل بيضرب بيباصي الكوره في المساحه اللي فاضيه، وزي ما انت شايف الصوره بتنقل معانا الكوره بتروح على منطقه الجزاء، كنا عملنا ارتداد لكن الراجل كان سدد وسجل منها الهدف الثاني في الوقت ده. كمان
من ايجابيات كابتن اسامه نبيه في الفتره السابقه اللي تولاها في نادي الزمالك انه غير انه طلع الفرقه من النتائج السلبيه، انه كان بيستغل الضربات الثابته، وهي اقرب طريق لتسجيل الاهداف. في الماتشين اللي تولاهم كابتن اسامه سجلنا 5 اهداف، من ضمنهم 4 اهداف من كور ثابته، كانوا ضربتين جزاء لزيزو وجونين تانيين كانوا من ضربه ركنيه زي ما انت شايف في الصوره في ماتش فيوتشر في الدقيقه الاخيره، والهدف الفوز كان ضربه ركنيه زيزو لعبها طلع عليها محمد عبد الغني، وزي ما انت شايف سجل الجون. في ماتش الجونه برده ركنيه من ناحيه اليمين بيرفعها زيزو، بيستلمها طيب الذكر بن شرقي اللي بيسندها لامام عاشور وبيسجل منها الهدف من تسديده على طول. الجون الاخير اللي كان جابه الزمالك كان تمريره من نص الملعب في مساحه زيزو زي ما انت شايف في الصوره، والراجل بيروح انفراد وبيسجل منها هدف. ده كان مرور سريع مع حضراتكم، قربكم شويه من كابتن اسامه نبيه وازاي بيفكر وازاي بيحب يلعب. يا رب السكواد اللي معاه يساعده، والراجل وبتمنى له كل التوفيق، واللي هو يقدر يعمل حاجه الفتره الجايه ويطلعنا من سلسله النتائج السلبيه. بتمنى له التوفيق طبعا، ويقدر يكمل معانا اكتر فتره ممكنه ويحقق فيها نجاحات ويقدر يستمر عشان بطوله افريقيا، ودي المهمه بالنسبه لنا، لان احنا دلوقتي بعيد في الدوري شويه، هنقوله هنتسحب فيه واحده واحده، لكن نسيب الراجل يشتغل ونحاول ندعم له في اليومين اللي فاضلين من صفقات عشان يقدر يشتغل الفتره الجايه. اخيرا بتمنى تكون الحلقه عجبتكم، طبعا بشكركم وبشكر كل اللي اتفرج عليا، ما تنسوناش بدعمكم، لايك كتير وشير كتير عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاويه. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.